الجو ابتدى يبقى حر وعايزين حاجة كده ترطب على قلبنا وحاجة تبقى ساقعة وكمان الولاد بيذاكروا وعايزين حاجة مسكرة بس حاجة ما تبقاش سكرها زيادة وسعراتها الحرارية زيادة. يلا بقى نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة أنا بحط هنا حلة على النار وأحط فيها حوالي لتر من المية وربع كوباية من اللبن البودرة وربع كوباية من الكريم شانتيه الغير محلى، وهبتدي ان انا اقلبهم من غير ما اشغل النار خالص، وبعد كده هشغل النار وابتدي اجهز معايا كوبايتين من الرز المصري غسلاهم، وابتدي ان انا انزلهم وهو لسه الميه ما سخنتش، يعني كل ده لسه على البارد. وبعد كده هشغل النار بتاعتي وافضل من كل 5 دقايق كده اقلب فيه عشان ما يتكتلش معايا الرز ويعجن مني، لحد لما يستوي معايا. الرز بياخد له حوالي تلت ساعة أو من ربع ساعة لتلت ساعة لحد ما الرزاية تستوي خالص. هنا هو ابتدى ان هو يتقل وشرب كل كمية السوائل بتاعتنا. بكون مجهزة 2 لتر من اللبن البلدي كامل الدسم، هبتدي ان انا احطهم على الرز بتاعي اللي هو استوى واتأكدت ان هو استوى بس مش معجن، وابتدي احط التحلية بتاعتي. هنا الكمية دي خدت مني كوبايتين، ممكن كوبايتين وربع او نص من السكر، كل واحد حسب التحلية اللي هو بيحبها سواء مسكر قوي. وزي ما انتم شايفين اللون فاتح جدا ولونه حلو قوي وكريمي ودسم كمان، ولازم السكر نحطه فاتح عشان ما يأثرش على لون الرز بلبن. هنا بجهز نص كوباية من المية، بحط 4 معالق كبار او 3 معالق كبار من النشا، وابتدي ان انا ادوبهم. واول ما يغلي معايا كده الخليط الرز بلبن بتاعي ويكون خد 5 دقايق كده عشان يتطعم بالسكر، ابتدي انزل بقى النشا شويه بشويه كده، هلاقيه تقل معايا. وابتدي احط 3 كيس من الفانيليا، انا بحب ريحه الفانيليا باينه فيه وطعمه. واول ما يغلي معانا ويستوي كمان النشا لازم تغلي معانا عشان اتاكد من النشا انها استوت معانا وميبقاش طعمها باين في الرز بتاعنا. اول ما يغلي كده اهوت اطفي عليه النار واستنى بس يهدى 5 دقايق، وابتدي اجيب كل البولات بتاعتي او الاطباق بتاعتي وابتدي ان انا اصبه في البولات بتاعتي. في جزء كده عملت فيه الطواجن بتاعه الزبادي او الرز بلبن الصغيرين، هبتدي ان انا احطهم في الفرن للي هو بيحبه جراتان. وهعمل باقي البولات، في بولات هعملها رز بلبن للناس اللي بتحب الرز بلبن بس، وبولات هعملها نصها بس بالرز بلبن عشان خاطر هعمل فيها تكاية حلوة قوي هتخلي ولادك يعشقوا الرز بلبن، للناس اللي ما بتحبش اللبن وكمان هيعشقوه لان هنحط لهم فيه مكون كده جميل جدا ينفع للصيف قوي قوي. هنا هو بجيب بقى معلقتين من القشطة هحطهم على اللي هدخلهم الفرن. لو مفيش قشطة ممكن تحطي معلقة سكر، ترشي رشة سكر أو عسل أبيض وتحطيه تحت الشواية 5 دقايق هتلاقيه عمل وش معانا. بس لازم الرز بتاعنا يهدى ويبرد خالص عشان لما نيجي ندخله تحت الفرن يعمل طبقة كده من الجراتان. هنبتدي بقى نعمل الطبقة اللي أنا قُلت لكم عليها الجميلة وتنفع للصيف جدًا، جدًا وتطرّي على قلبنا. هنا باجيب جيلي فراولة 3 بواكي، العبوة ال3 بواكي ديّة هافضّيهم كده في بولة، وأبتدي أحط 3 كوبايات مَيّة بتغلي عليهم، وبعد كده هاروح حاطة عليهم 3 معالق من السكر عشان نحلّي الجيلي. لو عايزين أكتر من كده سكر ممكن تحطوا أكتر من كده. عشان خاطر أنا كمان هاحط فيه قلبيه فراولة، فالفراولة بتبقى في طبيعتها بتبقى ساعات حادقة. وهاحط عليهم كوبايتين مَيّة ساقعة، طبعًا العبوة بيقول لك كل كيس عليه كوباية مَيّة سخنة وكوباية مَيّة ساقعة، لأ إحنا هنحط 3 كوبايات مَيّة دافية وكوبايتين مَيّة باردة من الحنفية، وهاقلبهم كويس جدًا، جدًا. وبعد كده هاكون مقطعة عندي فراولة، وهابتدي في بولات كده هاحط بس فيها جيلي، أكمّل باقي النُص بتاعها بالجيلي، وبولات تانية هاكمّلها بقى بالفراولة والجيلي بتاعنا الخطير دوّة. يبقى كده حطينا فواكه، حطينا جيلي، حطينا رز بلبن فيه قيمة غذائية من اللبن بتاعنا، حاجة كده قنبلة القنبلة تنفع لولادنا اللي هم بيذاكروا عشان يبقى مخّهم مفتّح كده معانا. طبعًا طول ما هم قاعدين عايزين حاجة مسكّرة، عايزين حاجة ياكلوها، المهم إن هم يزوّغوا من المذاكرة. وهنا عملت طاجن كدهوّة كبير أو صينية كده بحيث إن أنا أخلّيها جنب مني ولمّا نعوز نقطّع وناخد منها، وتنفع كمان لو جاي لِك ضيوف حاجة كده مشرّفة وتشرّفِك لمّا ضيوفِك يبقوا جايين تعملي لهم كذا صنف من صنف واحد، حاجة كده جميلة. وبعد كده نستنى لمّا يبرد ويهدى وبعد كده ندخّلهم التلاجة عشان يجمدوا معانا، بيطلع بالشكل الجميل الرائع دوّة.
حاجة كده بسم الله ما شاء الله، طلّع لنا كمية رهيبة جدًا. عملنا منه الجراتان اللي دخل الفرن بالطريقة الحلوة الجميلة دي، وعملنا منه السادة لكل محبي السادة، وكمان عملنا بيه الجيلي وعملنا بيه الفواكه. حاجة كده تفتح النفس وبكمية كبيرة جدًا هتشرّفِك لو جاي لِك ضيوف، وهتعملي كذا صنف من صنف واحد، وحاجة كده مبهرة وتعجب كمان ولادِك. تعالوا نشوف بقى لمّا نيجي نمسك كدهوّة الطبق وناخد كده معلقة، خدنا معلقة من الرز بلبن من تحت كريمي، وكمان الجيلي كده من فوق، حاجة كده ساقعة ومرطبة وجميلة، والجراتان شكله يفتح النفس. لو وصلت لحد هنا وبتتفرجي على الفيديو، اتمنى تعملي لي لايك وكومنت حلو كده زيكم، او حتى بحرف عشان خاطر يوصل لكل حبايبنا اللي بيتفرجوا عليا ويتابعوني، وتعملوا لي متابعة على صفحتي مطبخ ملك، وكمان اشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد.